إحالة بدرية طلبة للتأديب 5 عقوبات تنتظرها بعد إهانتها للمصريين، ومحاميها يكشف كواليس التحقيقات. في قرار جديد ضد الفنانة بدرية طلبة، قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب، وذلك على خلفية ما نسب إليها من مخالفات وإهانات للمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لجميع أعضائه، وإن ما يتم من قرارات لا يستهدف سوى الحفاظ على كرامة المهنة، مؤكدا بأن بدرية طلبة ستحصل على كامل حقها القانوني في الدفاع عن نفسها أمام مجلس التأديب. وقال دكتور أشرف زكي بأن قرارات مجلس التأديب قد تصل إلى 5 عقوبات أو أي واحدة منهم، والعقاب الأول المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة كاملة، أو العقاب الثاني شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له. أما العقاب الثالث إلزام العضو بأداء مبلغ لا يتجاوز 20,000 جنيه يدفع لصندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة. والعقاب الرابع هو اللوم والتحذير. أما العقاب الخامس فهو إنذار العضو. كما أعلن المحامي الخاص بالفنانة بدرية طلبة بأن موكلته حضرت أمام هيئة التحقيق، وأكد بأن تحويل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب هو إجراء طبيعي، مؤكدا بأنه لا حديث عن القادم إلا في حينه، ووفقا لما يطرح على بدرية طلبة من إجراءات رسمية. كما طلب محامي بدرية طلبة من وسائل الإعلام والجمهور بعدم تناول الأمر إلا بما يصدر رسميا من اللجنة ودون أي تجاوزات أو توصيفات خاطئة، مشددا على أن بعض ما صدر من تعليقات لم يكن على المستوى المهني أو الأخلاقي، وأن موكلته تعرضت لهجوم عنيف وصفه بالفج. اوعى تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.